شابوه للعبة الحلوة. بصوا يا جماعة، اللعبة الحلوة أنا أقول عليها حلوة. اتحاد الكورة عمل لعبة حلوة. إيه هي بقى اللعبة؟ جاب عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام. مين بقى النائب والناس اللي تحتيه؟ جمال الغندور، اللي مستحيل حد يفكر ممكن يجي أبدا يبقى نائب لعصام الطبيعي، لأنه كان رئيس لجنة الحكام قبل كده. وجاب سمير عثمان وجاب عاشور. ثلاثة كل واحد فيهم لو طلع في قناة هيفضح التحكيم، وهيتكلم على مساوئ التحكيم، وهيجيب اخطاء التحكيم، واللي في الغالب كلها صالح النادي الزمالك. اعمل ايه؟ مصر محتاجاكم، مصر محتاجه انكم انتوا تصلحوا التحكيم، التحكيم بقى صعب قوي. وادي برضو مقابل اكيد مغري، ما الناس تحسب قنوات خاصه عشان تيجي تشتغل في التحكيم معاك، واضمن ان هم ما يطلعوش في القنوات وما يتكلموش عن التحكيم خالص. وبكده يبقى ضربت كذا عصفور بحجر واحد. على اهم عصفور فيهم ان منعت الناس دي تطلع تنتقد التحكيم وتكشف اللي بيحصل في التحكيم، وتكشف المجاملات للزمالك. فاعمل ايه؟ يجوا كلهم مع بعض ازاي؟ طيب مصر محتاجاكم، مصر محتاجه كل ابنائها الشرفاء. مصر عرفت مقاسكم منين؟ لا، مصر عرفت مقاسكم، انتم شرفاء طبعا، ومصر فانتوا اللي هتطوروا التحكيم. ايه، هترفضوا نداء الوطن؟ لبوا نداء الوطن واشتغلوا كلكم في لجنة الحكام مع عصام عبد الفتاح. كل الاشياء الغير منطقيه تلاقيها في الرياضه المصريه كلها، بس ذكاء بقى لما جمع كل الناس دي. حسبنا الله ونعم الوكيل.